السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة على قناتكم طبخ كويزين دو صوفيا. كنتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا في تمام الصحة والعافية. وصفة اليوم بغيت نقترح عليكم بسبوسات فرديين بالبرتقال، كيجيو قمة في الروعة، كيجيو لذاذ بزاف وكيجيو هشاش بزاف، والاهم انهم مكوناتهم اقتصاديين وكاينين عندنا في الدار وكيتوجدوا بسرعة سواء الكوتي ولا لضياف الغفلة. فقبل ما نبداو الفيديو بغيت نرحب بالناس الجداد اللي انضموا عندي للقناه سواء من داخل المغرب ولا من خارج المغرب. مرحبا بكم خوتي وخواتاتي، نورتوني، نورتوا القناه ديالي. شكرا لكم على المحبه ديالكم وعلى الدعم ديالكم، ومرحبا حتى بالناس القدام اللي عندي هادوك ديما كنرحب بهم. مرحبا بكم. فما نطولش عليكم ونبداو بسم الله على بركه الله بالمقادير والطريقه ديال التحضير ديال هذه الوصفه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 2.5 كيسان ديال السميده رقيقه الخاصه بالحلويات، العبار راه بالكاس ديال العنبه. غادي نحتاجو كاس الا ربع ديال السكر سنيده، كاس ديال البرتقال عصير البرتقال، وكاس الا ربع ديال الزيت النباتيه، معلقه كبيره ديال الكونفيتور مشماش، رشه ديال الملح، واحد ساشا ديال الفاني، وخماره ونص وزن 12 غرام. وغادي نحتاجو 4 المعالق كبار ديال الكوك. غادي نحتاجو 2 بيضات كبار، انا هنا استعملت 3 مع البيض عندي صغيور. بسم الله نبداو بطريقه التحضير. غادي ناخذ واحد الاناء، غادي نوضع فيه البيض، غادي نزيد ليه الساشي ديال الفاني. كيف ما قلت لكم يمكن لكم تعوضوا الساشي ديال الفاني بقشور ليمون محكوكين، يعني بحكم هذه البسبوسه مستعملين فيها عصير الليمون. غادي نضيف واحد الرشه ديال الملح باش توازن ليا المذاق، وغادي نزيد كاس الا ربع ديال السكر سنيده. الحلاوه يعني راه كتبقى على حساب الذوق، يمكن لكم تنقصوا على هذه الكميه ولكن ما تزيدوش عليها، لان هاد البسبوسه مازال غادي نسقيوها من بعد بالسيرو، يعني باش ما تجيش حلوه بزاف. غادي ناخذ الطراب اليدوي، يمكن لكم تستعملوا الطراب الكهربائي. غادي نطرب هذا البيض والسكر مزيان حتى يذوب ليا، عاد ان شاء الله نضيف ليه باقي المكونات. نبدا نزيد الزيت النباتيه غير بشويه وانا كنطرب، يعني غادي نحاول ندخلها بالتدريج في الخليط حتى تنسجم ليا مع داك البيض والسكر. الكاس ديال عصير البرتقال، وبالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه من البرتقال ولا ما كيبغيوش يعني يستعملوا في الوصفات ديالهم، يمكن لكم تعوضوا الكاس ديال العصير بواحد الحك ديال دانون يكون طبيعي بدون سكر، يعني دانون مسوس. غادي نزيد المعلقه ديال الكونفيتور، وهاد الكونفيتور راه تيعطي واحد التعليكه زوينه للبسبوسه. غادي نخلط المكونات كاملين، كيف ما شفتوا راه ما خداتش ليا وقت كتير، راه بالزربه كتوجد. غادي نضيف دابا 4 المعالق كبار ديال الكوك. كيف قلت لكم يعني الكوك خصو يكون الكوك رطب، الا عندكم الكوك غليظ طحنوه شويه في الطحاله الكهربائيه عاد استعملوه. غادي نوريه لكم تشوفوا كيف شفتوا راه رطب ومعلك. غادي نخلط مزيان. غادي نضيفها بالتدريج. غادي نزيد عليها الساشي ديال الخميره، كيف ما قلت لكم خماره وزن 8 غرام ونص، يعني المجموع 12 غرام ديال خميره الحلويات. غادي نطرب مزيان الخليط ديالي، وغادي نضيف الكميه اللي بقات ليا ديال السميده. غادي نخلط المقادير كلها مزيان. غادي نتحصل على واحد الخليط يعني ما غاديش يكون ثقيل بزاف وما غاديش يكون خفيف، غادي يكون بين وبين. غادي نخليه يرتاح ما بين 5 دقائق حتى ل10 ديال الدقائق حتى تشرب ليا ديك السميده هذاك المكونات، يعني ويولي عندي واحد الخليط اللي هو شاد راسو. عادي ان شاء الله غادي نتلاقاو من بعد.
وبعد ما شرب ليا الخليط كيف ما كتشوفوا القوام ديالو كيفاش ولا، يعني راه ماشي كيجي ثقيل بزاف، راه كيبقى شويه خفيف. وخديت لي مول ديالي هنايا متوسطين ديال لي كيش اللي كندير فيهم لي كيش، دهنتهم شويه ديال الزبده ورشيتهم شويه ديال السميده. يمكن لكم تستعملوا مول كبير عائلي الا بغيتوا، او يمكن لكم تستعملوا هاد لي مول فرديين. غادي نبدا نوزع الخليط ديالي، تقريبا كل مول خدا ليا 2 معالق كبار. هاد الخليط هذا ديال 2 بيضات راه كيخرج كميه كثيره. الا استعملتوا لي مول الصغار غادي يعطيكم 24 حبه، والا استعملتوا لي مول بحال هكا المتوسطين ديال لي كيش راه غادي يعطيكم تقريبا حتى ل 12 حبه. غادي نكمل الكميه ديال الخليط ديالي كامله، وغادي كيف ما شفتوا ستفتهم في لاطا باش يجيوني ساهلين. غادي ندخلهم الفران، سخنتهم من قبل على درجه حراره 180. غادي نخليهم يطيبوا من التحت بحال الطياب ديال الكيكه عادي. غادي نخليهم يطيبوا من التحت حتى يتحمروا ليا، وما تخليوهمش حتى يحمروا بزاف وينشفوا لكم، يعني باش تبقى البسبوسه رطبه غير تاخذ واحد اللون ذهبي. صافي ان شاء الله غادي نشعلوا عليها من الفوق ونخرجوها ونخليوها تبرد. غادي ندوزو ان شاء الله باش نوجدوا السيرو ديالنا اللي غادي نسقيو به البسبوسه. السيرو اللي غادي نسقيو به البسبوسه فغادي نحتاجوا ليه نص حامضه صغيره، غادي نعصر منها واحد القطرات وغادي نديرها في الكاسرونه. غادي نزيد عليها كاس الا ربع ديال الماء عادي، الماء ديال الروبيني. غادي نضيف ليه نص كاس ديال السكر سنيده، وغادي ندير الكاسرونه ديالي فوق البوطه. غادي نشعل عليها غير تبدا تغلي، غادي نحسب ليها ما بين 5 دقائق حتى ل 10 دقائق ونطفي عليها. غير يبان لي السيرو يعني تغير اللون ديالو ولا ميل صفوريه وبدا كيتقال. كيف ما كتشوفوا البسبوسه ديالي بعد ما خرجتها من الفران وخليتها خدات واحد اللون ذهبي. هاد لي مول صغيورين راه درت ليهم داك الخليط اللي كان بقى ليا في الاخير. غادي ناخذ السيرو ديالي بعد ما درتو في الثلاجه برد ليا مزيان، وغادي نبدا نسقي بيه دوك البسبوسات وهما سخان عاد خارجين من الفران. يعني كيف كتعرفوا راه البسبوسه خاصها تكون سخونه وتسقى بالسيرو بارد، يا اما البسبوسه تكون بارده وتسقى بالسيرو سخون، يعني واحد فيهم خاصو يكون سخون وواحد فيهم خاصو يكون بارد. الا كانوا سخانين بجوج راه البسبوسه ديالكم غادي تجيكم معجنه. غادي نسقي هذوك البسبوسات كاملين وغادي نخليهم يبردوا على خاطرهم حتى يشربوا داك السيرو ويرتاحوا. غادي نحيدهم من المول وغادي نزينهم. الفرديين بالبرتقال اللي حضرنا معكم اليوم، كنتمنى انهم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم وتشاركوهم مع العائله ديالكم ومع الوليدات ديالكم. راه كينفعوا بزاف صراحه، كيتحضروا في واحد الوقت قياسي وكيجيو بنان بزاف وكيجيو لذاذ بزاف. غادي نشارك معكم واحد الحبه باش تشوفوها كيفاش كتجي. راه كتجي رطبه بزاف بزاف بزاف، كتجي هشيشه وكتعطي كميه يعني كثيره وبمكونات اللي هي اقتصاديه وكاينه عندنا في الدار. كنتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم هذا الفيديو فما تخرجوا حتى تضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، وبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم باش يوصل لعدد كبير من الناس. شكرا لكم على حسن المتابعه، بسلامه عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.